مش هتتوقع سعر كيلو الفراخ وصل كام ولا كرتونة البيض. أسعار الدواجن والبيض والبانيه النهاردة في الأسواق. عزيزي المشاهد، جهز نفسك لصدمة. أسعار الفراخ والبيض والبانيه في الأسواق النهاردة وصلت لمستويات ما نتوقعهاش، وده مش مجرد أرقام بنشوفها، دي حكاية كبيرة بتأثر على كل بيت في مصر. تعال نفهم السر اللي ورا الأسعار دي وإيه اللي بيحصل بالظبط. مشاهدي الكريم، أسعار الفراخ والبيض دي بقت زي البورصة، كل يوم بسعر جديد ومحدش عارف هتوصل لفين. النهاردة الأسعار اتحدثت تاني وكأنها بتقولك يا ويلك يا اللي جعان. قطاع الدواجن من أهم القطاعات اللي بتأثر على أكلنا وميزانيتنا الشهرية، ولما أسعارها بتولع كل بيت بيحس بالوجع. الفراخ بأنواعها، الدجاج الأبيض الكيلو في البورصة ب71 و74 جنيه، ولما تنزل تشتري هتلاقيها من 81 ل 85 جنيه في المحلات، يعني فرق 10 جنيه في الكيلو. الدجاج الساسو الكيلو في السوق ب 85 جنيه في البورصة يعني، أو في السوق اللي هو الجملة، وللمستهلك ب 90 جنيه. الفراخ البلدي في البورصة ب 110 جنيه وللمستهلك من 120 وممكن توصل ل 140 جنيه. أما كيلو الدجاج الأمهات في السوق ب60 جنيه وفي المستهلك ما بين 70 و75 جنيه، والأسعار دي لوحدها كفيلة يخلي الواحد يدوخ. بس السؤال المهم، هل الارتفاع الجنوني في أسعار الفراخ والبيض مجرد تذبذب طبيعي في السوق، ولا في أيادي خفية بتتحكم في الأسعار دي عشان تكسب أكتر على حساب المواطن؟ ومين اللي بيكسب من فرق السعر اللي بين البورصة والمحلات؟ نيجي بقى لسعر البيض اللي بقى أغلى من أوقات كتير فاتت. كرتونة البيض الأحمر في المزرعة ب 135 وبتوصل ل 150 للمستهلك. البيض الأبيض نفس السعر بين 135 و 150 جنيه. كرتونة البيض البلدي ب 140 جنيه، يعني كرتونة البيض الواحدة وصلت ل 150 جنيه. زمان كانت الفراخ أكل الغلابة، دلوقتي بقت رفاهية. اما البانيه اللي هو اكتر حاجة الناس بتحبها فسعره استقر ما بين 200 و 210 جنيه للكيلو، يعني لو عايز تعمل اكلة بانيه حلوة هتدفع نص مرتبك فيها. طيب بالنسبة لاسعار باقي اجزاء الفراخ، الرقاب ب 15 جنيه، الاجنحة ب 65 جنيه، الاوراق ب 100 جنيه، الدبوس ب 115 جنيه، والهياكل ب 45 جنيه، والكبدة السادة ب 105 جنيه، الكبد والقوانص ب 90 جنيه، القوانص السادة ب 60 جنيه، والشيش طاووق ب 195 جنيه. سيد المشاهد، أسعار الكتاكيت نفسها غالية. الكتاكيت البيضة ما بين 25 و 26 جنيه، الساسو البيور ما بين 13 و 14 جنيه، يعني حتى تربية الفراخ في البيت بقت مكلفة. القصة كلها بتخليك تحس ان في حاجة مش مظبوطة في السوق. ليه الاسعار بتزيد بالشكل ده؟ ومين اللي بيتحكم في اللعبة دي كلها؟ وهل المواطن المصري الغلبان هيقدر يكمل حياته كده، ولا اللحمة والفراخ والبيض هتبقى مجرد ذكريات من الماضي؟ الايام اللي جاية هي اللي هتكشف لنا سر اللعبة دي.